أعزائي متابعي مشاهدي أوان مصر في كل مكان، معاكم في لايف جديد محافظة القليوبية، تحديدا في قرية مشطور التابعة لمركز توغ بمحافظة القليوبية. مأساة بيعيشها الطفل محمد بيومي. محمد طفل بيعاني من ضمور في المخاخ، تم اكتشاف حالته وعنده 3 سنين أو بقاله 3 سنين، وحاليا عنده 5 سنين. أهله بقاله 2.5 سنين بيلفوا بيه على كل المستشفيات، كل الدكاترة، على أمل إن هو يتعالج، على أمل يتم تشخيص حالته بطريقة صح، لحد ما اكتشفوا إن هو بيعاني من ضمور. فاقد الحركة والكلام، كل اللي نفسهم فيه ان هو ابنهم يتعالج. والدته كل اللي نفسها فيه بعد 2.5 سنين من اللف على المستشفيات ومن الدوخ عند الدكاترة، اني نفسي ابني يرجع يقف على رجليه، ابني يرجع يتكلم، ابني يبقى زي اي طفل طبيعي يقدر يتحرك مع الاطفال في الشارع. يعني مأساة بتعيشها ام الطفل ووالد الطفل وكمان الطفل. معانا النهارده يعرفوا لنا حالة محمد الصحية وكمان ايه متطلباتها. انا والدة محمد بيومي. آه، انا بناشد اي مسؤول، اي حد يكون يعني حالته مرتاحة يتكفل بعلاج محمد عنده ضمور. محمد كان كويس لحد سن 3 سنين، وبعد سن 3 سنين بقت حالته بتتدهور جدا. اول ما بدأت معاه بالكهرباء بالتشنجات، وبعدين كل ما اروح لحد يقول لي استعوضي ربنا فيه. فجأة استعوضي ربنا في ابنك. فجأة بصراحة ربنا وقعني في دكتورة بنت حلال، عملت لي تحليل سفرته اسبانيا وعملته والله. التحليل لسه طالع من اسبوعين. يعني هو سافر اسبانيا؟ اه، الكلام ده عمره قد ايه؟ اليومين دول من شهرين. شهرين. العينات اللي سافرت اسبانيا، والتحليل اثبتت ان ابني له علاج. الحمد لله رب العالمين. بس العلاج غالي جدا فوق مقدرتنا. انا مش عايزه فلوس في ايدي، انا مش عايزه اي حاجه في ايدي، انا عايزه اي مسؤول يتكفل بحالة ابني. انا اوطي على رجل اصغر مسؤول في البلد لاكبر مسؤول في البلد ابوسها والله، بس يكفل بحالة محمد كل يوم حالته بتسوء. محمد بيموت مني. ارجو اي حد، انا بستغيث باي حد بعد ربنا طبعا. انا يعني لو حد مسؤول حتى هيتكفل يعني نفسيته مرتاحة معاه ماديا، يتكفل بحالة محمد. انا متضايقه ان انا شايفه ابني كده بصراحه، وكل يوم حالته بتسوء. طبعا محمد معيش غير محمد كان والله بيتكلم وبيمشي وكل حاجه، ويروح ويجي ويطلع وينزل، وفجاه كل ده فجاه كده حالته بتتدمر. محمد حالته بتتدمر. من 3 سنين وهو بدأ يجيله أعراض التشنجات والكهرباء الزايدة، رحت بيه عند الدكاترة وقالوا لك افقدي الأمل خلاص. قالوا لي استعوض ربنا في ومن ابني. شهرين بس هي اللي الدكتورة قالت لك الدكتوره إن ابنك حددت. هيعالج، يعني لو سنتين كاملين ضاعوا وانتي معتقدة إن مفيش أمل. انا رايحه لها على اساس ان التحليل هتقول لي خلاص برضه فقدي الامل. لقيتها الحمد لله بتقول لي ابنك له علاج، بس انا مش عارفه. طب سيبيه في راحته، سيبيه في راحته انا بناشد اي حد بالله عليكم، انا بناشد اي حد، اي مسؤول كبير في الدوله، اي حد يسمع، يعني عشان خاطر الطفل ده بس، مش عشان خاطر حد. الأعراض دلوقتي اللي بتظهر عليه قلتي لي الحالة بدأت هو تسوء أكتر. دلوقتي، ايوه الأول كان دلوقتي كهرباء، دلوقتي بقى إيه؟ دلوقتي ما بيعرفش يمشي كويس على رجله. هو بيمشي بس ما فيش توازن نهائي. والده قال لي ان هو من كتر ان هو ما فيش توازن او ما فيش استقرار في الجسم، كل ما يمشي بيقع. بيمشي كل خطوة بخمس غرز في دماغه، وبعدين دماغه بتقع لوحدها لورا لقدام، دماغه بتقع لوحدها. ما بيعرفش يمسك كوباية مية. فانا بناشد اي حد بعد ربنا، اي حد بعد ربنا، يا رب يبارك لكم. انا محتاجه علاج لابني، انا مش محتاجه فلوس والله، انا محتاجه علاج لابني. انا عايزه لابني علاج، انا مش عايزه فلوس في ايدي. اي حد يجي يقول لي هتكفل بحاله محمد، يعني في ناس كتير مبسوطه في الدوله، اي حد يتكفل بحاله محمد. انا انا محمد لما بيشوف الاطفال بتلعب في الشارع وكل العيله بتلعب بيقعد واطفال يعيط كمان، طبعا. انت عارفه انا بعاني كتير جدا وانا ماشيه بيه في الشارع. الناس بتقعد تتريق. الناس بتنمر في عليه. تنمر جامد، انا ما بخرجش بيه والله. ليه بيقولوا؟ والله ما بخرج بيه، انا محتاجه. انا الناس بتقعد يعني انت، يعني بيقعدوا يتنمروا ابنك عامل لي كده، وابنك ليه كده. انا يعني ارد على الناس ارد على الناس اقول لهم ايه؟ يعني انا شايفه واحده ماشيه بابنها زي محمد، المفروض اقول لها ايه؟
الناس بتتنمر عليه في الشارع. انا ما بخرجش بيه والله من الشقه، ما بخرجش بيه، ولو شاف عيال بتلعب بيقعد يعيط، عايز يلعب زي العيال. طب انت بتقولي له ايه بقى لما يرجع يقول لك انا عاوزه العب وانزل معاه؟ هو ما بيتكلمش، بس هو بيقعد يعيط. هو ما بيتكلمش بس بيقعد. بقعد اطبطب عليه واهديه وابيه والعب معاه. هعمل ايه طيب؟ اصل هو ما بيتكلمش اصلا. انا وديته تخاطب سنه بحالها، ما فيش نتيجه. لما الناس بتتنمر عليه في الشارع رد فعلك بيكون ايه؟ انا هتكلم اقول لهم ايه؟ انا بقول لهم ابني تعبان وبسيبهم وبمشي. بس يعني في تنمر جامد في الشارع، انا ما بخرجش بيه والله. علاجه تقريبا مختلف قد ايه؟ من 26 ل30 مليون. انا ولد يا محمد، ايه اللي انت نفسك فيه او بتطالب بايه؟ انا رحت لمحمد التأمين الصحي، دخلت رحت لرئاسة الهيئة للتأمين وبلغتهم بحالة محمد، وادوني جواب وحولوني ان انا ادخله لعيادة الوراثة، وقالوا لي لازم محمد يروح التأمين الصحي لان هو له تأمين صحي. فلما وصلت جامعة عين شمس في الدمرداش دخلت للدكاترة اللي هم ماسكين لجنة الوراثة، اديتهم التقارير بتاعة محمد. لما شافوا التقارير قالوا لنا احنا هنكتب ايه اكتر من اللي مكتوب في التقارير. ده كان كلام الدكاترة اللي هم ماسكين لجنة الوراثة بتاعة محمد. قلت له طب الحل ايه؟ قال لي الحل لحضرتك عشان تبقى عارف ان الموضوع ده هيترفض مبدئيا، لا التأمين هيقدر يتكفل بحالة محمد 30 مليون، ولا هيقدر يتكفل ان يجيب دكتور من بره يعالجه. طب يا دكتور طب هعمل ايه؟ انت شايف حالة الطفل بتتدهور. قال لي في ناس كتير بترفع قواضي، ده كلام الدكتور، بيقول لي في ناس كتير بترفع قواضي وبعد كده اما بيكسبوها المشكلة ان حالة محمد اللي زي حالة محمد هتكون سائد، ولو قعد مكانه ولو جبت له العلاج مش هيعمل معاه اي نتيجة. وبلغني كمان ان حالة محمد هتترفض بسبب موضوع ال العلاج بتاعه طبعا مبلغ كبير 30 مليون جنيه. طب بيتعاملوا ازاي مع الحالات دي؟ ما اكيد احنا مش هنسيبهم يعني يموتوا او مش هنسيبهم يعاني من بلغوني ان دي لحالة محمد ان هي اول حالة في مصر يحصل معاها حاجة زي كده. وانا بصراحة يعني انا مش عارف طب انا ذنبي ايه؟ طيب طفل زي ده ذنبه ايه؟ يعني دي حالة نادرة. حالة موضوع مرض نادر عنده، موضوع ده مرض نادر. حتى لو 1% ذنبه ايه يعيش في الدولة يعني كده وما يلاقيش علاج له؟ هو ذنبه ايه؟ طب لو ما لقاش علاج ايه اللي هيترتب على كده؟ الدكاترة بلغوه؟ مفيش غير حضرتك ان هو يعتبر هيبقى ميت قاعد بياكل ويشرب بس، بني ادم ميت ما بيتحركش، هيجيله شلل كامل في جسمه كله. والله ما بيعرف يفتح بقه، ما بيعرفش يفتح بقه عشان اكله. كان الاول يفتح بقه واكله عادي، دلوقتي ما بيعرفش يفتح بقه، عايش على الجبنه واللبن بس. ايه بقى بديله؟ شفت معلقه الشاي؟ بديله بمعلقه الشاي الصغيره. ف يعني ابني حالته بتسوء جدا. ابني كان بيمسك السندوتش ما شاء الله ياكله، حالته بتسوء. احنا عايزين اي حد يسمع صوتنا يا جماعه، يا جماعه بالله عليكم اي حد يسمع صوتنا. احنا بنموت جنب محمد والله، احنا بنموت جنب محمد. احنا عايزين اي حد ده طفل، ده ابنكم مش ابننا لوحدنا، ده ابنكم. انا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده ابنك يا ريس، بالله عليك احنا انتخبناك عشان احنا عارفين ان انت يعني مش هتسيبنا، انت مش هتسيبنا. بالله عليك يا ريس، بالله عليك. ابني بيموت والله، ابني بيموت كل يوم. يعني انا امبارح قعدت بيه بس شويه بره في الشارع عشان يتهوى تعبان، طلعت بيه الواد مفرهد خالص. يعني احنا عايزين اي حد يسمعنا يا جماعه، يا جماعه والله العظيم احنا بنموت كل يوم جنبه، احنا اللي بنموت مش هو، احنا اللي تعبانين. احنا بنناشد اي حد، يا رب يخليكم اي حد ينجدنا. حتى التأمين مش عارف يعمل معانا حاجة. طب احنا نسيب الطفل يعني نسيبه كده لحد هو لو قعد خالص ملوش علاج، والعلاج بيتحقن في المخ عن طريق المخ، حقن عن طريق المخ. فيعني الموضوع اصلا بالنسبة لنا صعب، الموضوع حتى ما ياخد العلاج بالنسبة لنا صعب، بس نبقى عملنا اللي علينا. اي حد في الدولة يا رب يخليكم، اي حد. في ناس مبسوطة، معاها 30 مليون بالنسبة لها مش حاجة.
تساعدنا عشان ربنا مش عشان حد. احنا مش عايزين فلوس والله في ايدينا، عشان ربنا مش عشان حد. انا وكلت ربنا على اي حد شايف حالة محمد ومش عايز يساعده. انا وكلت ربنا عليه، انا وكلت ربنا على اي حد شايف حالة محمد وفي ايده وفي مقدرته انه يساعده ومش عايز يساعده. بس انا رحت المجالس الطبيه اللي هي ماسكه موضوع نفقه الدوله، قالوا لي ان الموضوع مش هيخرج عن ايد الرئيس، الموضوع مش هيخرج عن ايد وزاره الصحه والرئيس عبد الفتاح السيسي. موضوع كبير ومش في ايدينا حاجه نعملها، مفيش في ايدينا حاجه نعملها. ده كان راي المجالس الطبيه. ابوس ايديكم، انا محتاج ابني يتعالج، انا مش عايز حاجه اكبر، يعني انا مش بطلب اكتر من حقي، انا مش بطلب اكتر من حقي. اللي انا اقدر اعمله عملته، جريت بيه وكشفت عليه وعملت له تحاليل ورحت بيه يعني في كل حته، بشيله على كتفي واجري بيه، والله بشيله على كتفي واجري بيه، وده حقه عليا، وانا ما بقولش حاجه على كده. انما المبلغ المطلوب مني ان انا اعالجه بيه ده فوق مقدرتي، وانا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. انا مش محتاج حاجه اكتر، يعني انا مش انا اللي محتاج، ابني اللي محتاج، ابني اللي محتاج ومش قادر يقول انا محتاج. هو لسه بيتكلم اهو ولسه بيمشي. هنجري امتى؟ لما يقعد خالص ويفقد النطق بتاعه. هنجري امتى؟ الدولة هتتكفل بيه امتى؟ لما يموت؟ لما يموت هتيجوا تسألوا عنه؟ ربنا يشفيهولك يا رب. يعني مأساة ومعاناة بيعيشها أبو زياد، أبو محمد وأمه. طفل، أم بتشوف كل يوم ابنها بيموت قدامها، بيعجز عن الحركة، بيعجز عن الكلام، الحالة كل شوية بتسوء. يعني كل يوم بتشوف ابنها مش قادر يخرج، مش قادر يتحرك، بيموت في البيت. حتى لما بتفكر تخرج بيه في الشارع عشان يتهوى بتلاقي الانتقادات والتنمر من الناس. يعني جوه البيت لا هي عارفة تعيش وتتعايش معاه، بره البيت لا عارفة تعيش ولا تتعايش معاه. بقت عايشة دلوقتي على أمل واحد. بعد 2.5 سنين الدكاترة بيقولوا لها مفيش أمل، عاشت على أمل واحد بس، إن دلوقتي حالته ليها علاج. بس للأسف ليها علاج غالي جدا فوق مقدرتهم. كل اللي بيطالبوا بيه إن كل المسؤولين في الدولة تمد إيدها لمحمد الطفل اللي نفسه يعيش ويحيا زي أي طفل طبيعي، وأم وأب نفسهم يشوفوا ابنهم الوحيد قدامهم كويس وقادر يمشي ويتحرك. ربنا يشفيه يا رب، وشكرا لحسن متابعتك.